مساء الخير. انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. لو اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا، هو اما جنان. تم عرضه المره الاولى يوم 2 ديسمبر 1943. مده عرضه 105 دقيقه، والفيلم من اخراج هنري بركات. اما عن التاليف ابو السعود الابياري، وطاقم العمل اسيا داغر، فؤاد شفيق، منى، حسن فايق، نعيمة جمال، يوسف صالح، عبد الفتاح الأسري، فردوس محمد، زينات صدقي، حسن كامل، إسماعيل ياسين. الفيلم بتدور أحداثه حوالين سيدة اسمها إكرام، جميلة جدا، عايشة مع جوزها حسونة. بتتبادل الخلافات ما بينهم عشان هو أكبر منها في السن بشوية، وبتزيد الغيرة عنده، فبيلجأ إن هو يخونها، وهي بتبقى عارفة، فبتبقى عايزة تتخلص منه، وهو طبعا مش عايز يطلقها، عايز يفضل معيشها كعبد عنده، وهو يفضل يخونها براحته. فبتلجأ لخالتها علشان تلاقي لها حل، ولكن حالتها النفسية ساءت، وأصبح عندها مرض نفسي ومرض إن هي ما تتكلمش، وقعدت خرصة لفترة طويلة. فلجأ حسونة زوجها ان هو عرف قيمتها بعد ما هي بقت مريضة، وحب ان هو يرجع لها تاني، ولكن معرفش، وحب ان هو يثبت لها ان كل اللي هي شافته وكل اللي حصل ده اوهام في دماغها هي بس. فاتنكر في صورة واحدة ست، وحاول ان هو يروح يقنعها ان كل الكلام ده محصلش. ازاي بقى؟ يبين نفسه ست كانت ماشية معاه ويشوف غيرته عليها، وأول ما شافت الغيرة طلعت وبدأت تنطق. راح انبسط وقعد يضحك ان هي غيرانة عليه. انتهت القصة بحاجة غريبة قوي، طلعت كل اللي هي شافته ده حلم في دماغها، وان هي كانت بتحلم يا سيدي. وياللي انت سامع الفيديو ياللي كنت فاكر ان هما الاتنين دي بتخون وده بيخون، طلعت في الاخر زومبا. كل الحكاية حلم، وانتهى الموضوع ان هما الاتنين اتصالحوا، وانتهت نهاية كوميدية سعيدة جدا، ان كل واحد رجع لمكانه الاصلي وبس. شكرا جدا. ما تنساش عزيزي المشاهد العزيز، بعد سماعك الفيديو ده لآخره وسماع هذه الفقرة من الكلام الحلو، تعمل لنا لايك وكومنت برأيك. ما تنساش واشتراك كمان. سلام عليكم.